أنا عايز أسأل حضرتك سؤال، قُلت لها اتفضلي، قالت لي: "ليه بتشتغل مجاني؟ لو تعرفوا كمية أولياء الأمور وكمية الطلبة اللي تواصلوا معايا السنة اللي فاتت 2025 بدءًا من شهر 3 لغاية ليلة الامتحان، كمية أولياء أمور وكمية طلبة قد إيه، أنت كنت فين وسايبنا وسايب أولادنا وإحنا ماشيين غلط." إلى آخره من هذا الكلام. ليه حضرتك ما بتطلعش تعمل شوية دعاية وشوية إعلانات عشان توصّل ده للناس؟ لإن أنت بترحمنا. يا حبيبي أنت هتيجي وهتسمعني، إمتى؟ في شهر 3. افتكروا الكلام ده. بسم الله الرحمن الرحيم. ولادي وحبايبي طلبة وطالبات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية. الحقيقة كان في سؤالين سمعتهم الفترة اللي فاتت دي، فحبيت إن أنا أطلع معاكم وأوضح بس النقط كده قد يكون فيها بعض اللبس عليكم. رقم 1، بنوتة الحقيقة بتسألني بتقول لي: يا دكتور مجدي، حضرتك الشرح بتاعك حلو قوي، وخبرة حضرتك وسنك بتقول لنا بتدرس بقالك 42 سنة. فأنا عايز أسأل حضرتك سؤال. قلت لها اتفضلي. قالت لي: ليه بتشتغل مجاني؟ فالحقيقة استوقفتني جدا البنوتة ديت، وكان ردي عليها بسيط. أنا اشتغلت مجاني لسببين. السبب الأولاني لأن أنا حاسس بأولياء الأمور وحاسس بالضغط المادي اللي كلنا عايشينه، فدي أبسط حاجة ممكن أعملها في مجال عملي. لو أقدر أفيد هأفيد. ده النقطة رقم 1. نقطة رقم 2، لو تعرفوا كمية أولياء الأمور وكمية الطلبة اللي تواصلوا معايا السنة اللي فاتت 2025 بدءًا من شهر 3 لغاية ليلة الامتحان، كمية أولياء أمور وكمية طلبة قد إيه، حضرتك أنت كنت فين وسايبنا وسايب أولادنا وإحنا ماشيين غلط، إلى آخره من هذا الكلام. بعضهم كان بيقول لي: ليه حضرتك ما بتطلعش تعمل شوية دعاية وشوية إعلانات عشان توصّل ده للناس؟ لإن أنت بترحمنا. فالحقيقة خدت قرار إن أنا لازم أبدأ السنة الدراسية بهذا الشكل، عشان أدّي فرصة لكل ولد وكل بنت وكلكم ولادي، إنك يا حبيبي اسمع الدكتور مجدي. يا حبيبي أنت هتيجي وهتسمعني. إمتى؟ في شهر 3. افتكروا الكلام ده. بُص أنا قُلت إيه؟ هتيجي وهتسمعني، بس للأسف الشديد بتيجي في الوقت الضايع. صعب إن إحنا في شهر 8 عشان أكون ضميري مرتاح. فأنا باقول أهو لكل طالب وكل طالبة وكل ولي أمر، حضرتك من فضلك إذا كنت بتحضر مع مدرس اسمعه، وإحنا عاملين لك كل الفصل الأول الدعامة والحركة بالكامل، مش هتدفع حاجة. خش اسمع، اسمع مش هتخسر حاجة. باقول لك الكلام ده لإن أنا واثق إنك هتيجي تسمعني، بس هتسمعني في 3 و4 و5. طب ليه بقى البهدلة دي ليه؟ ما أنا عارف ده بخبرتي. عشان كده ده السبب اللي خلّاني إن أنا أشتغل في هذا التوقيت مجاني، رحمةً بأولياء الأمور ورحمةً بأولادي، علشان ما ترجعش لا تلومن إلا نفسك بعد كده بقى. يبقى أنا عملت اللي عليَّ وأرضيت ضميري، أنت بقى تتحمل المسؤولية. السؤال التاني، بنوتة دمها خفيف كده بتقول لي: هو حضرتك هتشتغل معانا مجاني، وبعدين لما هتيجي تشتغل بقى بفلوس هتشتغل بقى بفلوس كتير؟ من لا يرحم لا يرحم. تأكد إن أنا هاعمل لك اللي يريحك واللي ما يرهقكش ويرهق أولياء الأمور باعتدال برضه. يعني مش إطلاقًا هنطلع قدام عينك بنعمل مجاني جر رجل للطلبة أو أولياء الأمور وبعدين بعد كده بقى لا، لا، لا خالص. مش دي طبيعتي ومش دي شخصيتي. طالما إنك عايز تتعلم أنت فوق راسي وفي عينيا الاتنين. هندفع مبلغ من المال لكن هتأخذنا بيكم الرحمة، لأن أنا عارف الضغط اللي كل أولياء الأمور فيه وكل الطلبة موجودة فيه. فمش إطلاقًا الهدف إن إحنا نجيب الطلبة وبعدين بعد كده نبقى نفرض الشروط اللي إحنا عايزينها، لأ ده مش هيحصل. من لا يرحم لا يُرحم. أردت بس إن أنا أوضح النقطتين دول، لأنه الفترة اللي فاتت دي كان السؤالين دول يمكن أبرز سؤالين أنا سمعتهم. طبعًا تعليقاتكم على الحصص اللي نزلت على اليوتيوب
قد كده اسعدتني، وكنت بقراها وكان فيها حاجات جميله الحقيقه، واخد بالك انت يعني تدل عن خفه الدم والادب الشديد من الطلبه والطالبات اللي كانوا بيكتبوا كلام يدل على اسرهم وعلى تربيتهم. عايز بس الفت نظركم بقى لشويه حاجات مهمه جدا. في طريقتين للشرح. الطريقه الاولى الطالب اول السنه ما تجهدوش، يعني ببساطه كده عشان اكون واضح، اضحك عليه، اديله حته صغيره جدا يحس ان هو ما خدش حاجه، وبالتالي يبقى الموضوع بالنسبه له دمه خفيف، وما تملش معاه، وتقلل فتره الحصه الى اخره من هذا الكلام. يعني من الاخر ريح الطالب، شهر 2 3 4 هيعتادنا وهيكمل معانا. طب بقيه المنهج والكلام الصعب خليه في الاخر. ده ظلم وما يرضيش ربنا. ده عشان انا بشوف العجب اللي عمري ما شفته في حياتي التعليميه خالص. المدرس عايز يشرح علم الجيولوجيا و4 افرع علم الجيولوجيا ولا 5 فروع في حصه. انا ما شفتش ده الكلام ده انا بشرحه في 5 دقائق. يبقى ده كلام ما يرضيش ربنا خالص. انا شفت الكلام ده، الاسيستنت المساعدين وروني الكلام ده ما يرضيش ربنا. اشرح للطالب حته صغيره كده، ما تحسسوش بصعوبه الماده، وبعدين كربس له الدنيا فوق دماغه. يا حبيبي اللي بيريحك دلوقت هيتعبك اخر السنه. وانا بنبه انا هخلص المنهج 15/2، يبقى تساعدوني بقى. انا مش طالع اضل لحد واضحك على حد، اجري بقى معايا عشان نخلص المنهج بسرعه. وبعدين انا قلت تاني وبقول تاني اهو، افتكروا مني الكلام ده. الدعامه والحركه عليها 6 درجات في امتحان 2025. التنسيق الهرموني عليه 5 درجات. طب بص بقى كده حضرتك، الجزء بتاع الدي ان ايه والار ان ايه 16 درجه. بالله عليك لما ناخد 3 اشهر في دول نشرح الدي ان ايه والار ان ايه في كام شهر بقى؟ اذا كانوا دول 11 درجه 6 و5 وخدنا الوقت ده كله 3 شهور، ما حدش هيخلصهم قبل 3 شهور. و3 شهور ايه اللي احنا هاديين فيهم؟ ينفع الكلام ده؟ نضيع 3 شهور وبعدين نروح نشرح قدام عينك الدي ان ايه والار ان ايه، نشرحهم نروح مكروتينه في شهر رمضان؟ ما ده اللي حصل السنه اللي فاتت، والعيال كلها تأذت من الكلام ده، وكلهم دخلوا تواصلوا مع فريق عملنا وسمعوا الدكتور مجدي. بس ليه بقى بتكربس الدنيا فوق دماغك ليه في شهر 3 و4 و5؟ ما احنا بنقول لك اهو من دلوقتي امشي معانا عشان ما تلخبطش الدنيا كلها. اللهم اني لقد بلغت اللهم فاشهد. يبقى حكايه ان احنا ندي حته صغيره بحته صغيره، لا ساعدونا، اتعب شويه معانا. قلت لك الثانويه العامه والثانويه الازهريه شهر 8 و9 و10. ابدا بقوه عشان ترتاح بعد كده. فانا عاقد النيه 15/2 لازم اخلص منهج الاحياء والجيولوجيا، المنهج كله. بص انا قلت ايه؟ عشان حبيبي 18/2 هيبدا رمضان، هيخلص 18/3. افهم، مش عايز اجهدك بقى في التوقيت ده، تبقى خلصت من ماده. يبقى تساعدني بقى وتجري معايا ولا بتجريش معايا؟ عشان بعضكم بيقول لي انا مش ما بعرفش، بتتراكم عليا الدروس. حبيبي انت ما عندكش ضمير، مفيش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها تلتزم وتمشي بقى قدام عينك، عشان لما الدكتور مجدي يتعبني دلوقتي هيريحني بعد كده. اكبر ماده مقرره على طالب الثانويه العامه والثانويه الازهريه في كل المواد بقت الاحياء. اكبر ماده حجما، لانه ضافوا لها نص منهج الجيولوجيا في اخرها، وبالتالي بقت ماده ونص، لكن لسه عليها 60 درجه زيها زي الكيمياء والفيزياء. طب الحل ايه؟ ما المدرسين كلها بتدي 3 مرات في الاسبوع. احنا بنقول لك احنا هندي مره يا هندي مرتين. لو بشرح كلام صعب يبقى هدي مره عشان تلحق تذاكر ورايا. لو بشرح كلام انا عارف انك هتذاكره قدام عينك مش هياخد منك مجهود، يبقى هتاخد مرتين في الاسبوع. لكن مش هنجيبك 3 مرات دي خالص. اما اجيبك 3 مرات هتذاكر الفيزياء امتى، وتذاكر الكيمياء امتى، وتذاكر الانجليزي امتى، وتذاكر بقيه المواد امتى؟ وطالب الازهر اللي عنده 18 ماده هيذاكر الكلام ده كله امتى؟ اما يسمع احياء 3 مرات. يبقى ده كلام ما يرضيش ربنا. فانا مش هعمل ده. اتعبوا بقى معايا شويه عشان تدوني فرصه افيدكم واخدمكم لله. لما توصل 15/2 وتخلص المنهج اعصابك هتهدى وهترتاح
وتعرف فين السهل وفين الصعب، ونعيد المنهج بقى مره واثنين وثلاثه ونحل زي ما احنا عايزين نحل. معانا من 15/2 لاخر 5 لو انت ثانويه ازهريه، ومن 15/2 ل20/6 لو انت ثانويه عامه. بص، عايزين ايه تاني؟ يبقى تتعبوا بقى معانا وتلتزموا ولا ما تتعبوش؟ لا، نتعب مع الدكتور مجدي عشان نخلص. يبقى انا مش طالع بقى عشان اضلل ولاد الناس واشرح حته صغيره بحته صغيره. ده ما ينفعش، الكلام ده ما ينفعش. واكيد انت رحت وسمعت وعرفت هذا الكلام اللي انا بقوله. عايزين نخلص يا اولاد بسرعه مع الاتقان، مش نخلص بسرعه ونكروت، لا، نخلص بسرعه مع الاتقان. ده المبدا قدام عينك. طبعا احنا شرحنا الدعامه والحركه، وانا وعدت ان الكورس ده كله مجانا، مش هتدفع حاجه فيه، وهو دلوقتي متاح على المنصه. هتتواصلوا مع فريق عملنا، عشان رقم 1 لازم تخش على التليجرام، دي رقم 1. رقم 2 عشان تسجل في المنصه وتعمل قدام عينك الاكونت بتاعك وتبقى عارف القصه ماشيه ازاي. فبرضه البرنامج احنا ادينا الدعامه بالكامل في 4 محاضرات، وعملنا محاضره لمينا كل التفاصيل بتاعت الدعامه وحلينا اسئله الواجب، وكانت حصه مناقشه ما فيش طالب سمعها الا لما اثنى عليها وقال الكلام ده كلام هايل، وده المبدا اللي احنا هنمشي عليه. هنبدا بقى الحركه ان شاء الله يوم الخميس القادم. طيب ايه قصه الحركه؟ اقول لكم حاجه لله، الدعامه قصه والحركه قصه، ما فيش اي علاقه بينهم. والحقيقه لو انت عايز راي لله، بدايه الثانويه العامه في منهج الاحياء من الحركه. بص، الدعامه مصر كلها هتخلصها في 4 محاضرات. الدعامه افهم. طب الحركه ده كلام مهم وكلام مش سهل، انا بقول كلام مهم. يبقى عايزك تلم بقى نفسك في قصه الدعامه دي كويس، وتسمع المناقشه كويس، والقصه دي كلها تنتهي منها، عشان داخلين على موضوع مهم. انا بقول كلام واضح وكلام صريح. يبقى ما تسيبش حاجه تتراكم عليك، واللي اديهولك تذاكره. لو انا اديت حاجه واي مدرس درس لك ادى حاجه تانية، الاول تذاكر اللي مجدي فوده بيقوله، وده لسببين. السبب الاولاني عشان هخلص لك المنهج بسرعه 15/2، ما فيش حد في مصر في كل المواد هيخلص 15/2 الا مجدي فوده. يبقى انا ريحتك ولا ما ريحتكش؟ ريحتك بقى. يبقى تجري معايا، مش انا اخلص ويكون متراكم عليك الماده، لا، لانك في 15/2 الكل عايز يخلص من المنهج عشان يبدا يراجع، فهيبقى كله فوق دماغك. في اللحظه دي انت هادي بقى، لا هتذاكر احياء ولا هتذاكر جيولوجيا، انك خلصت الماده تماما. انت بتراجع وتحل امتحانات واعصابك هاديه. يبقى لما اديك حاجه واي حد يدرس لك حاجه، تذاكر اللي انا بقوله الاول. انت المفروض تذاكر كله وما تسيبش حاجه تتراكم عليك في كله، لكن انا اجري ورايا. دي الحاجه رقم 1. الحاجه رقم 2، عشان يا حبيبي قدام عينك عايزين نخلص بسرعه. اللي يحبكم يخلص المنهج بسرعه، اللي يحبك يخلص لك المنهج بسرعه. لما تخلص الكتاب من الجلده للجلده، هتعرف فين نقاط القوه وفين نقاط السهوله. السهل هذاكره، القوي بقى ابدا اركز فيه، اعيد وازيد واحل واناقش الى اخره من هذا الكلام. القصه مش شرح، والقصه مش مذاكره، القصه مناقشه وحل. وعشان نناقش ونحل لازم نعدي على الكتاب بسرعه جدا نخلص المناهج. ده الطالب المتفوق اللي عايز يطلع من الاوائل. طيب يا دكتور، احنا زي ما قلت خلصنا الدعامه تماما، خلاص. يوم الخميس ان شاء الله هتنزل لكم الحركه بمشيئه الله تعالى، نشد حيلنا بقى مع الدكتور مجدي، وده بدايه الجد في ماده الاحياء والجزء الخاص بالجيولوجيا. بدايتنا من الحركه وانت هتحس بده. يبقى لو سمحت انتبه بقى واجري مع الدكتور مجدي عشان ما عندناش وقت. ربنا يوفقكم ويسعدكم قدام عينك. قبل ما انسى، طلبه اللغات اللي بيسمعونا قدام عينك في ماده الاحياء وهيسمعوا الجزء بتاع الجيولوجيا، يا حبيبي انت بتاخد الجيولوجيا وهتمتحنها عربي، اخر السنه بيجي لك ورقه في البيولوجي بالانجليش ورقه احياء بالعربي. عايز تجاوب عربي جاوب، عايز تجاوب انجليش جاوب، مفيش اي فرق خالص. احنا عندنا 56 درجه دول قدام عينك بتظلل لاقصى واقل، وعندنا 4 درجات اسئله مقاليه. واسئله المقال يعني مش هتكتب بالدوشه، ده الاجابه قد تكون كلمه او جمله او سطر، مش اكتر من كده. فاللي حاسس انه عايز تسمع البيولوجي بالانجليش مع مدرسك وتخش تسمع معانا بالعربي وتشوف هترتاح لمين، ما عندناش مشكله خالص بالمره، عشان ما تقعدش تحفظ فيه تترجم وتبقى المساله صعبه عليك والى اخره من هذا الكلام. والمدرسين الحقيقه بيتاخروا جدا، اخواننا بتوع اللغات ما حدش بيخلص قبل شهر 5،
واخر الكتاب صعب. بقول كلام واضح. فاللي حابب ان يسمع ده ويسمع ده، واخد بالك انت، انا بقول ده للامانه لان اولياء امور كتير جدا كلموني من كل محافظات مصر. خش اسمع ده واسمع ده، واللي ترتاح له امشي فيه. حبيبي انت هتاخد الجيولوجيا كده كده بالعربي، ما حدش هياخدها بالانجلش. ما جاتش بقى على بقيه الماده، عشان ما تقعدش تبذل مجهود وتضيع وقت طويل فيها. هذا هو رايي لاولادي، اللي ترتاح له امشي فيه، اللي انت ترتاح له امشي فيه. ان شاء الله انا وعدت طبعا ان الجيولوجيا هنبداها 1/10، هنخلصها بمشيئه الله تعالى 1/1/2026 باذن الله تعالى. كبرنا 10 و11 و12 مذاكره، هذاكرها معاك وهخليكم 100 فيها بفضل الله تعالى. ربنا ييسر لكم الامور ويجعل لكم الصعب سهل، ويفرح ابائكم وامهاتكم، ويفرحني بنجاحكم وتفوقكم ان شاء الله. القاكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.